كتب كلماتها الشاعر الذهبي أمجد عبد العزيز الجيشي تعزية ورثاء بعد وفاة والده المرحوم عبد العزيز أحمد هادي الجيشي رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. أداء الشاعر أبو تركي التنن. مع تحيات سول استوديو طه المرادي. يا سامع دعاء من دعاك عبدك لك رجع والتجاك ملي حد يكون سواك بنشكر بشي والهمام باسمك بابدا القافية واحمدك على العافية ما تخفى على كافية تعلم قصتي والعلم أمجد كاتب أبياتها وأبو تركي فنانها ينشد بعد بلحانها صوتها ينعش القلب ده من بعد حادث أخي بالجرح على يرتخي والقدر على ناسخي نكبه بعد نكبه سمام وبفترة قصيرة وبس الوالد قال تعبان يحس له قام ولا هو جلس واسعفناه مثل الطقل اسعفنا العناية بطول وانا منتظر في القبول قالوا لي ممنوع الدخول اجلس وانتظر العمى والدكتور وضعه حرج ويدخل وثاني خرج وانا منتظر للفرج من احساني فوقي تحم والدكتور يمشي دلوعا وجهه راح السلام نحوي بالتاجه بالبنو بقلبه شيء كتم بشر يا طبيب عنابي قال لي خذ نفس يا صبي صلي يا ولد على النبي لحظة واستمع لي أمجد قال أبونا العزيز قلبه كان يستزهزز كيفه وضع عبد العزيز يا دكتور هات العلم قال لي عظم الله أجركم الوالد توفى بكم والباقي على ربكم ما حد مننا بايدكم والامل من القلب راح والاحزان هبت رياح والعينين تمطر جراح راح الجيد بين النجوم امي تسكب دموعها يوجع فقد محبوبها فجاه راح من دونها اول شعر دونه تصاب بنته البكر ام العيال نص الليل جاها اتصال ابو شمات ما به محال يرجع بيننا ويقول يا قهري على برحال فرق اسرته والمحل الشفعة والما في شحن يا ربي لك القدم موت الكف واصل الكرم شبخ كان مثل العلم غير ان الظروف تحتكم يوم ياكل ويوم يصل راجل كان راجل وفي كم ما راح او كم صفي مهمه الحياه ولفي لو يكون خبزه وثوم والابطال مثل تطيش تعلى في السما دون رش داخل قلبنا بتعيش ليوم القيامه تقام ما بنساك يا ابويا نوم ادعي دومنا ربنا في الجنه تعيش بهنا وينجيك نار الحمام قسم ربنا يرحمك في الفردوس ان يكرمك من نيرانها يحرمك كل لحظه وفي كل يا مساعد ابونا يقول نمشي في الحياه بالعقل لا نسمع لها الفضول ووزنها معانا تذوب ما دام عاد معانا فهان عمي خلفنا كالاسد مساعد لنا اصبح سند لا تقلق ولا تشيل هموم